السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. واليوم ده بحبه جدا، يوم شم النسيم. بيبقى يوم كده الزهور كلها متفتحة والشوارع كلها جميلة، تحس انت في يوم عيد. كل سنة وانتم طيبين والإخوة المسيحيين بخير. والنهاردة هعمل لكم طريقة البريوش، أنا بحبه على طول أعمله في شم النسيم. لو مش هعمل بريوش وتعبانة بروح أجيب فطير، بروح أجيب سميد، اي حاجة حلوة كده جنب البيض الملون. اليوم ده بيبقى يوم مش عادي. زي ما انتوا شايفين كده ابقى انزل لكم طريقة البريوش اتعملت ازاي. انا بعمله كده زي صوابع كده طويلة واضفرها وبتدي شكل جميل. ممكن تحطي عليه زبيب، تحطي عليه سكر كده ترشيه من فوق، تحطي عليه سمسم. انا بقى البريوش دوت حطيت عليه زبيب وحطيت حبة عليهم سمسم. طبعا الأول هندهنهم، هنجيب بيضة نحط عليها فانيليا بس عشان الزفارة. لو عايزة تحطي حبة لبن حطي، في بيحطوا حاجة كده بسيطة من القهوة تدي شكل حلو، وبعد كده ترش عليها سمسم. بص الضفيرة اللي انا بعملها دي طريقة سهلة جدا والاولاد بيفرحوا بيها مع البيض الملون. تحطي بقى حبة خس، تزيني كده الصينية بتاعتك في يوم شم النسيم. احنا بنعمل الحاجات دي من بالليل. والدتي ربنا يديها الصحة يا رب كانت معلمانا نعمل حاجات من بالليل في شم النسيم، أي مخبوزات. لو مش قادرة لو مش قادرة ممكن تشتري حاجات من الفرن. لو مش قادرة أنا هحط لكم الطريقة في صندوق الوصف. طريقة سهلة جدا، مش هتحتاج منك أي حاجة. الحاجات دي موجودة في البيت عندك. بص مش بسم ما شاء الله، جميل جدا. هو الكيلو عمل زي صاجين كده، أشكال كده. المهم يبقى ليه فرحة كده. بص الصاج التاني عملت بشكل تاني. كل سنة وانتم طيبين والعالم العربي كله بخير. كل سنة ومصر كلها بخير والعالم العربي. شايفين الفانيليا دي بحب اجيبها، الفانيليا السايلة دي بتشيل اي زفارة. بتشيل اي زفارة. في بقى بيحشو من جوه زبيب، في ممكن تحطي سكر مع قرفة. بس انا ايه شكلته بس بالسمسم، بس سمسم محمص. مش ما تجيبيش سمسم مش محمص، هاتي محمص. ده شكل تاني شايفينه. اعملي اشكال كده ودخلي الفرحة على البيت والسرور على البيت.